السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الليمون بطريقة سهلة كده وبسيطة، وهقولك تختاري انهي ليمونة كده للتخليل ومدته قد ايه ان شاء الله. هنعمله بطريقة وهيبقى سريع معانا ان شاء الله. هنجيب الليمونة الوسط اللي هي الصغيرة اللي زي كده، وتكون قشرتها بتلمع زي ما انت شايفة، وتكون صغيرة ما تكونش كبيرة، تكون كيوتة في نفسها كده، علشان خاطر تبقى شكلها حلو في التقديم، وفي نفس الوقت بيقعد معانا فترة طويلة. الليمون الرفيع ده يا جماعة غير الليمون الكبير. دول 2 كيلو من الليمون. هنجيب كده حلة وهنحط فيها مية سخنة، يعني على البوتاجاز بتغلي، وهنسقط فيها الليمون بالطريقة دي اهو. ولازم الليمون بتاعي يكون اصفر، ما يكونش اخضر معاكي، علشان خاطر الليمون الاخضر بيفضل متخلل، وبتبقى تحسي فيه مرارة كده دايما، يعني مهما قعد معاكي بيبقى فيه مرارة. هنسيبه على النار يغلي كده معانا لحد لما، بصي الليمونة لما بتبقى قشرتها لمعة كده وشفافة، بصي بتستوي معاكي بسرعة اهي. دي كده 3/4 سلقة، مش سلق كامل، عشان لسه هتستوي طبعا في هنعمل لها كده ان شاء الله تتبيله حلوه قوي، او مش عارفه بتسميها ايه، اللي هي الفلفل والحاجات دي ان شاء الله. بتسلقيها معانا لحد لما اول ما تطلع من يعني حته من الجنب كده تطلع منك. انا مش فاتحه الليمون يا جماعه. بتيجي طافيه عليه وتسيبيه في الميه بتاعته زي ما هو. جبنا هنا نص كيلو فلفل رومي على فلفل حامي اللي هو الشطه ده اهو. هنمسكه بقى كده نغسله غسله كويسه تحت الحنفيه. لازم الغسل يا جماعة، علشان خاطر التراب، ومن ايد لايد والنقل وكده لازم النظافة. امسكي الفلفل بتاعك كده اغسليه وقطعيه مكعبات زي ما انتي شايفة بالشكل دوت. ويكون الفلفل اللي هو البذر بتاع الفلفل ده الرومي تشيليه. والتاني بقى دوت حاولي تخليه، او عايزه تشيليه شيليه، بس التاني بيبقى بصراحه حلو جدا في التخليل. ممكن تخللي الليمون بفلفل رومي حامي، وممكن تخلليه بفلفل حامي، بس انا حطيت من ده ومن ده علشان تبقى حرقيته برضو مش جامده شويه، عشان معانا اطفال وكده وبياكلوا معانا. بتحطيه بقى في الكبه زي ما انت شايفه كده، وبتحطي معلقتين من الملح عليه اهو، وتحطيه في الكبه كده وتضربيه، يعني تنعميه جامد. صلوا على النبي يا جماعة كده، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. اهو بتضربيه في الكبة زي ما انت شايفة بالشكل ده لحد لما ينعم معاكي. حبيت اوريكي بس النعومية بتاعته، او تضربيه ازاي علشان خاطر برضو كلنا ايه بنتعلم من بعض. ما شاء الله عليكم. بس برضو لا، في بنوتات معانا لسه مش بتعرف تعمل الحاجة دي، او ناس بتستسهل تشتريه. انت ليه تشتريه لما انت تقدري تعمليه؟ اهو بصي نعمتها خالص زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله. ايوه كده. بتغسليه بقى، بتمسكيه الليمون ده يا جماعة. ده كده تاني يوم، يعني احنا فضلنا نغسل مية ونحط عليه ونحط مية ونشيل من عليه وكده. تقدري بقى تحطي عليه زي ما انتي عايزة. انا هحط هنا حبة البركة بس. التخليل الطريقة دي قديمة شوية بس حلوة جدا جدا، ودي معتمدينها، يعني دي اللي بنعملها في بيوتنا من سنين، وعايزة اقولك بتبقى حلوة جدا جدا في الليمون اهي. الخلطة دي عملناها كده وشلناها، وادي الليمون اهو. بتغسليه كده وتشيليه كده، هنصفيها اهو من المية. ده كده كان لسه نازل من على النار يا جماعة. هو الفيديو دوت يعني قعد يومين، علشان خاطر الليمون دوت احنا عملناه اهو. يعني المية دي هتحاولي تاخدي منها شوية كده، وان شاء الله هنعمله مع بعض كده تاني يوم على طول، مش في اول يوم، علشان خاطر برضو اللي هيشوف الفيديو انا عاملاه على يومين اهو. هناخد شوية كده في الكبة دي كده، هنحط كل لتر مية عليه 3 معالق من الملح. كل لتر من المية عليه 3 معالق من الملح. احنا كمان المية اللي هنحطها دي مش هنستهلكها كلها، وكمان هناخد حبة من المية اللي احنا مخللين فيها الليمون. دي بقى معلقة سكر. عاوزة اقولك مادة حافظة وحلوة جدا جدا في المخللات عندك. طب ازاي هتحطي سكر وهو حادق؟ جربي الطريقة، جربي، مش هتخسري حاجة اهو.
معلقه سكر بتظبط لك. عاوزه اقول لك المخلل وبتبقى ماده حافظه، ومهما قعد معاكي. وعمري ما بحط على المخلل زيت من فوق، يعني عشان في ناس بتحط معلقتين زيت كده علشان خاطر ما يعملش مش عارفه اسمها ايه، اللي هو اللي من في الوش اللي من فوق ده. استحاله انا بحطه. معلقه السكر دي بتقوم بالدور ده. وعن تجربه يا جماعه، جربيها ان شاء الله باذن الله هيعجبك، بس اعمليه بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. اهو. تمسكي بقى الليمون كده، بتخليه بتفتحيه كده. ممكن تفتحيه 4/4 وممكن تفتحيه نصين، انا بفتحه نصين بس. اهو. وتحطي جواه الحشوه زي ما انت شايفه كده. اهو. بالنسبة للبطرمان، لو عندك البطرمان مش يعني عندك موجود في البيت، اغسلي بمية سخنة وامسكي حطي يعني افضلي اغسلي صبنيه كويس. وبعد ما تصبنيه حطي فيه معلقة خل ومية سخنة، وافضلي اشطفي فيه جامد. وبعد كده تجي شطفاه بمية سخنة وتسيبيه لما ينشف خالص. هو دي طريقة التعقيم بتاع البطرمانات. لو عندك بطرمان يعني بتستعمليه، فكل مرة بعد ما تستخدميه تعملي له كده، وترجعي تستخدميه تاني في المخللات برضه. اهو. بصي بنعملها ازاي. بنشقها كده نصين، ونحط كده جواها الحشوة دي. الحشوة دي اللي هي عبارة عن حبة البركة ومعلقة وهنحط عليها معلقتين ملح. وهنحط فلفل رومي وفلفل حامي. تقدري تستبدلي حاجة بحاجة، يعني ممكن تحطي الفلفل الحامي دوت كله حامي، ممكن تحطيه كله رومي، فزي ما انتي عايزة او زي ما انتي حابة. خللناها كله بالطريقة دي. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، والوصفة تكون عجبتكم في طريقة المخلل. ان شاء الله بإذن الله هيطلع معاكي زي العسل بدل ما تشتريه من بره. لو عجبتك وصفتنا النهاردة ما تنسينيش في دعوة حلوة وليكي اضعاف اضعافها. واشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس على الكل، عشان كل لما انزل فيديو ينزل لك كل جديد. اهو. بتحطي بقى كده اللي اتبقى كده من على الوش وهتسيبيه. تقدري بقى تطلعي منه بعد 4 ايام بالظبط هتاكلي منه ان شاء الله. اهو. احلى مخلل ليمون ممكن تاكليه في حياتك، وسريع جدا جدا وهيعجبك. ومش حامي مش حامي، يعني مش حراق لدرجة ان اللي هو مثلا لو معاكي طفل ما ياكل. لا ان شاء الله هياكل منه. كل اللي هياكل منه هيعجبه طريقة التخليل بتاعنا. وتحكمي كده البطرمان بتاعك، لو ما بيقفلش كويس حاولي تحطي استريتش راب او كيس بلاستيك علشان خاطر برضو يبقى محكم الغلق معاكي ويستوي بسرعة. عشان بيتفاعل يا جماعة، الملح والحاجات دي بتتفاعل مع بعضها. وتمسحي البطرمان بتاعك كده وتشيليه. وان شاء الله باذن الله والطريقه تعجب كل اللي ياكل منه. الف هنا وشفا، واشوفكم على خير. سلام عليكم.